شوف يا اخي، الاعتماد على ربنا والثقة في ربنا ممكن تعمل ايه. طبعا اللي قدامك في الصورة ده كلنا نعرفه، الشيخ عمر عبد الكافي، بيحكي عن موقف عجيب جدا حصل له وهو في المسجد. بيقول: كنت يوم قاعد في المسجد وجالي واحد مهموم وهم الدنيا كله عليه. بيقول له: يا شيخ انا مطرود انا وعيالي بره، وقاعد في الشارع انا و3 عيال ومراتي. ربنا يا شيخ ما عندوش بيوت يديني بيت. الدكتور عمر عبد الكافي بيقول: انا بصيت له كده، كل اللي قلت له ايوه طبعا ربنا عنده بيوت وعنده كل حاجه، تعالى بس نصلي العصر وربنا ان شاء الله هيفرجها. وصلوا العصر، وبعد صلاه العصر بيقول الدكتور عمر عبد الكافي: سبحان الله العظيم، بعد ما سلمنا من صلاه العصر بيجي لي واحد بيقول لي: يا شيخ انا بنيت بيت كبير بسم الله ما شاء الله، وعندي شقق كتير، وعايز اوهب شقه لوجه الله الكريم، اي حد مسكين تعرفه يا شيخ يجي اكتب له عقد الشقه دي ويقعد فيها. بيقول الدكتور عمر: انا قلت له الراجل ده اهو انده له، الراجل اللي بياخد الجزمه وماشي ده انده له بسرعه، وفعلا نده له وكتب له عقد ايجار مدى الحياه كده للشقه دي. وسبحان الله، عشان بس واثق في ربنا وراح المسجد يطلب من ربنا وكل ثقه ان ربنا سبحانه وتعالى عنده بيوت، اعتمد على ربنا فربنا فرجها عليه. حط في دماغك انك انت كل ما تعتمد على ربنا سبحانه وتعالى ترمي همومك ومشاكلك عليه والله هتتحل.